الانسان بطبيعته كتكون عنده ديك الرغبه باش يكون مميز على باقي الناس، سواء على المستوى الاجتماعي او الثقافي او المادي. لكن باش تحقق هذا الشيء كامل خاصك كل يوم تتعلم، كل يوم تحاول تزيد مهارات جدد، كل يوم تحاول تزيد في الانتاجيه ديالك باش توصل لاهدافك في اقرب وقت. وانت غادي في هذا الطريق كاينين بزاف ديال المعيقات اللي غادي تواجهك. اولها الفشل. المشكل ان المجتمع ديالنا ما علمناش كيفاش نتعاملوا مع الفشل بشكل صحيح. ما قالوش لينا بلي الفشل شي حاجه اللي عاديه وممكن تواجه اي واحد. المعادله الحقيقيه كتقول بلي الفشل جزء من الحياه. فباش ديفلوبي راسك على المستوى الشخصي خاصك تتعلم مهارات جداد، وباش تتعلم هاد المهارات خاصك تدخل لميادين جديده اللي ما عندك عليها حتى شي فكره مسبقه. وهنا خاصك تجرب وتعاود تجرب، وكاين احتمال باللي غادي تفشل. وإلا كنتي كتظن باللي غادي تنجح من الدقه الاولى فراك غالط بزاف. الشخصيه اللي غادي ندويو عليها اليوم كفيله باش تبدل ديك النظره السلبيه اللي عندك على الفشل، وتبين ليك باللي الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاوله. فكيف العاده الا بغيتي تفهم علاش وكيفاش ومناش خليك معنا. سنة 1901 تزاد والتر إلياس ديزني بمدينة شيكاغو الأمريكية، واللي معروف باسم والت ديزني. كان ديزني شاب فاشل بمعنى الكلمة. كل ما كيحاول يبدا شي مشروع ولا يطبق شي فكرة ما كتصدقش ليه وما كينجحش فيها. هو ما كانش طالب شي حاجة اللي كبيرة ولا مستحيلة، كان باغي يكون فحال عامة الناس ويغطي نفقاته الشخصية واللي كيحتاجها أي إنسان، ياكل ويشرب ويسكن. غادي ندوزو مرحلة ديال الطفولة حيت ما فيهاش شي حاجة مميزة وما كايناش شي حاجة اللي عندها علاقة مع الموضوع ديالنا. المهم 1918 بدا ديزني القصة ديالو مع الفشل. خرج من المعهد ومشى باش يلتحق بالجيش، ولكن ما قبلوهش بسبب السن ديالو. من بعد مشى لفرنسا والتحق بمؤسسة الصليب الأحمر في وقت الحرب العالمية، ومن بعد ما سال التدريب ديالو عطاوه يسوق سيارة الإسعاف واللي كانت كتنقل المصابين من ميادين القتال وكتديهم للمستشفيات. وهاد المهمة حتى هي فشل فيها، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كانت كتعجبه وكان كيدوز بها الوقت في هاد المرحلة هي الرسم. كان كيرسم في سيارة الإسعاف وكيدوز وقته كامل في هاد الشيء. 1919 طالب بإعفائه من المهام العسكرية ورجع الميريكان، وهنا تعرف على واحد الشخص اللي سميتو أب أيروكس، رسام، واللي جمعاتو به صداقة قوية وبداو واحد الشركة من بعد. ولكن للأسف داك الشيء ما تمشاش كيف ما بغاو واضطروا لإغلاق الشركة من بعد. في ديك الوقت اللي كلشي اعتقد باللي هاد السيد غادي يوقف وغادي يحبس المحاولة، كان هو كيجرب تقنيات جداد للرسوم المتحركة والأفلام. المهم في 1922 أسس شركة جديدة للأفلام والرسوم المتحركة واللي كتعتمد على رسومات ديزني بشكل كبير، واللي لقات نجاح ولقات صدى كبير في مدينة كانزاس. هنا قام بافتتاح أول استوديو له، ولكن للأسف تكاليف الإنتاج تجاوزات المداخيل وولا الاستوديو مكبل بالديون، وفي 1923 أعلن إفلاسه. من بعد هاد العقبات والإخفاقات اللي صعيب أي إنسان عادي يتحملها، خدا ديزني خطوة مهمة في حياته المهنية واللي حلات ليه من بعد أبواب النجاح. المهم انتقل والت ديزني لمركز صناعة السينما والأفلام هوليوود. وصل لمدينة لوس أنجلس في جيبو $40 وعنده في الحقيبة ديالو فيلم باقي ما كاملش. من بعد شهرين تقريبا صايب استوديو للرسوم المتحركة بالمساعدة ديال الأخ ديالو. فبدا ديزني بابتكار رسوم متحركة ودار الإخراج للمشاهد بنفسه. حققت الأفلام نتائج كبيرة ونالت إعجاب الناس. هنا غادي يبتكر ديزني الشخصية اللي غادي تفتح ليه أبواب النجاح، الشخصية اللي كلنا عندنا معاها ذكريات زوينة في الطفولة، ميكي ماوس. 1928 كان أول ظهور لشخصية ميكي ماوس في فيلم صامت بحال باقي أفلام ديزني في ديك الوقت، ولكن للأسف ما نالتش إعجاب الموزعين. من بعد استعمل ديزني تقنية جديدة في إنتاج الأفلام واللي كتعتمد على نظام التزامن الصوتي. المفاجأة حققت ميكي ماوس نجاح كبير واللي أشد المتفائلين ما كانش كيتوقعوا. وفي 1935 كافأت عصبة الأمم ديزني بميدالية ذهبية وعينات ميكي ماوس كرمز دولي للنوايا الحسنة. حققت شركة والت ديزني نجاح كبير وولات رائدة في مجال الصناعة الكرتونية، ولا ديزني مصدر إلهام لعدد من المبدعين في العالم كامل، وعطى فرصة لمجموعة من الفنانين والفنانات. هذا النجاح كامل بدا بفكرة ثم هواية
ثم شغف ثم تطبيق والباقي تاريخ. ولات شركة والت ديزني من أنجح الشركات في العالم وأغناها وأكثرها شعبية. وكانت أشهر المقولات اللي قالها ديزني: إن القيام بالمستحيل هو نوع من أنواع المتعة. الفكرة بخلاصة: الفشل شي حاجة اللي طبيعية وممكن تواجه أي واحد، المهم هو تخدم وتقاتل، وكل نهار تفيق وانت كلك أمل وكلك طاقة باش تزيد لقدام وتحقق الأهداف اللي كتطمح لها. هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو الجاي والسلام عليكم.